صبيحة يوم الاثنين وبهذا المكان المتواجد قرب تجزئة الحسنية بمنطقة سيد الخدير بدار البيضاء تم اكتشاف جثة طفل لم يتجاوز ربيعه الثالث عشر. الجثة كانت عليها آثار التعذيب والتعنيف، لذا انكبت الأبحاث حول الأسرة والمحيط العائلي لتكون المفاجأة كون الأب هو الفاعل والسبب تعاطي الابن للمخدرات وامتهانه السرقة. قدر الله جينا نربي وكان هارب لي يومين، جينا ننصحوه. هادشي اللي قدر الله. قدر الله قدروا عليا. ولادو كانوا مزيانين ولكنهم قباح، هو داكشي علاش دار داكشي كاع، طلع لي الدري في راسو. يعني الدري مشدود، الاخر والاخر تا هو خارج واعر شويه، هذاكشي علاش هذاكشي كاع هو دار داكشي. معلوم فاجئنا، لان حنا قبل ما يوقع هادشي كنشوفوا الدراري كيكرفصهم، ولكن باش نمشيو عند والديه ونقولوا لهم اودي حشومه هادشي اللي كدير الدراري، ما كتعرف بنادم يقدر يقول لك ولدي هذاك شغلي. فرقة الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني تمكنت من اعتقال الفاعل في ظرف 24 ساعة، حيث عمد الأب إلى نقل الجثة مسافة 2000 متر ورميها لطمس معالم الجريمة. ملي ربطنا الاتصال بالأب ديالو وعمقنا معاه البحث انطلاقا من هذه المعطيات اللي عندنا، اتضح انه بالفعل هو اللي اقدم على التعذيب ديال هذا الابن حتى الفض الانفاس الاخيره ديالو، وما خاف من التورط ديالو في القضيه فقام بالحمل ديالو على مستوى عربه مجروره بدابه حوالي الساعه 1:30 بعد منتصف الليل. جريمة قتل تدخل في إطار العنف الأسري وانقطاع الأطفال عن الدراسة في سن مبكرة ليكون الانحراف مآلهم. المتهم سيقدم للعدالة بتهمة الضرب والتعنيف المفضيان إلى الوفاة.